ومن يوم عزل الوالي عبد الرؤوف باشا والشام سايبة يا جناب الباشا. الضيعة عم تنتهي واصحابها مو قدرانين على حماية انفسهم واموالهم واعراضهم، وما عاد شخص امن على حياته ولا على عرضه ورزقه. عوائل كثيرة يا جناب الباشا تركت اراضيها ونسحت للشام. شرفوا اخي شرفوا. يلا 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 اخي، ما في غير انتوا والعيلة الثانية. من وين الاخ بلا صغرى؟ مصر عناية يا ميت اهلين وسهلين. كم اوضه لازمكم اخي؟ أوضة واحدة بكفي. هلا كل هالعيلة اللي وراك على اوضه واحدة بس؟ سيدي اخي خلي جماعتك يجهزوا حالهم وتعا معي لورجيك الاوضه. شرك يلا لزوا غراب لزوا غراب. كل هالشي واغوات الشام وكباريتها منشغلين بهمومهم الخاصة وملتهيين عن مصايب الناس، ومو بس هيك عم بيزيدوا مصايبهم مصيبة جديدة، لأنه المدعوة صفية ابنة الزعفرنشي آغا الكجرية هربت مع المدعو شعلان ابن الجور بجي الداراني آغا اليرلية، واللي نصب نفسه سلطان على الشام، مع العلم انه الشقية المدعوة صفية مكتوب كتابها على فواز ابن موسى آغا اليرلية في الميدان. جاهزين يا آغا؟ يلا افتحوا البوابة. يا مولانا بدك كان يأذن وصوت الكفر والفسق عم يلعلع بأذاننا. أهون من صوت الجنك والفشاك. يا ربي دخيلك دخيل اسمك. وين طوفانك وين وخلي يخلصنا من الكفر والنجوم. يا شيخ أسعد يا شيخ أسعد، على حساب أنت إنسان مؤمن وبتخاف الله لازم تدعي لهم بالهداية والغفران مشان الله يسامحك. شغلي بتحط العقل بالكف يا مولانا. طول بالك طول بالك، إن الله غفور رحيم، ادعي لهم بالإيمان. الله يهدينا ويهديهم، الله يهدينا ويهديهم. يلا حميها تخلي ولا حجرة فيها. حميها يلا حميها تخلي ولا حجرة فيها. لتهد وزد على روس الخلق. لتهد وزد على روس الخلق. لتهد وزد على روس الخلق. لتهد وزد
تشكل قاسي؟ وليش بقى ست غندورة؟ لك إذا أنا هزت بدني فشلون بدني؟ ايه يسلقوا بدنك ان شاء الله. ايه غيرنا المسخرة، لك نحن هون بخان الدكة مو بسرايا السلطان. إلى عيونك أنت والحاضرين. جاهزين؟ روح! حميها يلا حميها، لا تخلي ولا حدا فيها. حميها يلا حميها. تعال شوي. تعال بس شوي. اعطونا برهان اخر. انكشفنا. ايه شو صاير؟ عم تطيب بنص الليل. لك شوفي. ما بعرف يا برهان آغا. الظاهر انه الدنيا قاعدة برا. ابوس رجلك طلعني من هون. والله اذا لقطوني بيفعوصوني برجليهم بيموتوني. بوس ايدك. اطلعي من النظر. اطلعي لا تعطيه زيه باشا. احنا عني بقى. رح فوت لجوا رح تفتحنا. خلي فغل انا لاني هلا وادوا الحمار. بوس ايدك. بوس رجلك يا لك روحي هيك. كلام النبي مفروض على تربيتك الجعجعة. مفروض على تربيته. لك والله لا تخشوا واحد الله خلقه. واحد عميل الكلام. يلا كمان شم. لا تخلوا فيا حجر على حجر. انتي لا نايمة على الارض. يا عدنان! ايدك يا تعال لنا يا عدنان. شكلنا ما رح نقدر نصمت. ما عندنا شك ردفي عليهم وشوفت عينك. رجالنا عم بيزتوا مثل العصافير. اوامرك يا اغا. اهم شيء طلع صفيه من هون وبعدين لكل حادثه حديث. سيطرك علي. قسما بالله ما عندي شبة خبز بالبيت. حرام يا جماعة والله حرام. والله كمان محتاج له روحي لسه ما شبعت منها. لك مو سامعين صوت جنك ورصاص؟ والله ركب على الطرف تحتي. الله يوفقك. رغيفين بس ندبر حالنا فيهم. لك خلصونا باش مو خايفين على ارواحكم شيء. برك يا سيد كم رغيف بس؟ دبروها يا جماعة مشان الله لو طعمي هالصغار. كرامي للنبي. تعال فرنوا لك قاسم. عملوا نروحوا بلا ما تصيبكم شي طايشه تيتم ولادكم. ما حدا عم يرد. افتح الفرن وفوت خبازه لك خنتي. بوس ايدك يا ما ورد خدقني. بوس ايدك. والله تارك ولادي. الله وكيلك. بعدهم حدا. والله العيال بالبيت يا وردي. والله تارك. الله وكيلك تارك العيال بعدهم حدا بالبيت يا وردي. صو هات مفتاح. اي مفتاح ما ورد. الله اكبر. الله على الجول. على مواضيع. الله اكبر. يا كريم. يلا يعني هانت ها. صفوا يلا اخي صفوا. دور يا شباب. دور يا شباب على الدور.
لك شو هالعيشه هي؟ لك مستاهله يخربوا البلد ويهدوها فاني تحتاني كرمال جعفة حريمه؟ لك هي شغله شرف علمي. شرف؟ بتقوم لايامي مشان بنت شرف، اما اذا الناس ماتوا من الجوع وتعطلت ارزاق العباد بيكون اسمها رحمه من رب العالمين، ما هيك؟ شو معلم يعقوب؟ بلشت تزندق وتكفر ها؟ وحياة العدرشي بكفر يا انطول. دير بالك على المحل. ايه انا وبالي هاد، بدي سكر وروح، مالك شايف كيف الخلق عم تتكحوش يمين وشمال وما في مين يلمها. ايه طبعا ما حدا رح يجي صوبك، جماعة علقانين ببعضهم مشان شرف، مو انت هيك قلت؟ ايه هيك قلت. ايه انضب لك كان. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شو معلم عباس؟ خربانة الدنيا نحفرني الدفاقة. الله لا يوفقهم، رح تخرب الشام ونرى راسا وراشق بالحلم يا بلا شرف. شوف انت تاني لا موسى اغا جاي كانه معه شي 500 عسكري. شو جابوا هذا لهون هلا؟ مو صفيه خانه بتكون كنتم. ما بدي حدا يطلع طيب من جوا. ايش الكل؟ واللي عم بيزيد الفوضى بالشام انه ابناء الاغوات كمان طمعانين بانه كلهم دور بالاحداث اللي عم تشهد البلد، وخاصة فياض ابن الجوربجي آغا السابق ذكره، واللي بيبدو لي انه راغب بالحصول على منصب عسكري في اوجاء اليرلية على نمط اخوه الهربان شعلان آغا. اليوم يوم الشرف، اليوم يوم الرجال. ما سبقوا صارت بالشام يا اهل الشام، يا رجال الشام، ما سبقوا صارت بالشام. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! سمعاني ولك كرجية؟ عم يقوي العسكر على أخوه، عم يقومن عليه الخايب القليل الأصل. طولي بالك يا أم شعلان، طولي بالك، أصلاً ما حدا رادد على هالحكي. بعدين صدقيني مو معقول أغا يخليه يتدخل. شمتان فيه، والله شمتان بأخوه، شمتان بأخوه، شمتان فيه. ولك انت مين ضربك على ايدك وسمح لك تتدخل ها؟ مين؟ مين قال لك تجي مع العسكر ولا؟ بتحكي مع منون؟ يا ابي حبيت اكون معك وقلت لحالي غنانا الله ابي، ناقصك انا؟ حبك الحب وغضب الرب الهي. شوفوا لا، بدك توقف معي بتخلي عينك على الرزق، هنيك بالخان، فهمت هاي؟ يا ابي قلت لحالي بركدر معوضك عن شعلان بصير انا دراعك. شعلان ولك يا ريتك بس تصل لضفر رجله، لضفر رجله. الله يسامحك يا شعلان، الله يسامحك بس على هالعملة. ومن الظلم والغلا والذل وقطع أرزاق الناس صارت الخلايق تدور عن أتفه الأسباب لتقاتل دبان وشها. يا عباس، يا عباس حاجنا بقى. فوت انضب بنفسك. لا فوت لشو من غير انت؟ فوت لك، فوت يلا، فوت
فوت لشو انا يا امي ما بجوز هيك والشرع بيقول لك الشرع بيقول لك خلاص نبغى نفوت لشو. لك دخي لك يا عبد الرحمن لا تتدخل. خليتيلي على ابوك على خلال النحس. على شو بدي اعتذر منها؟ لك ابني والله يلي بده يعلى ويعلى لازم يعمل جهده لحتى يخلي كل الناس تحبه. هاي اخوك شعلان. امي فهمنا هي اخوك شعلان، عيني على شعلان ودخيله لشعلان، حفظتها بصمتها. مشان هيك بدي اياك تفوت لعند خالتك تطيب خاطرها بكلمتين وتفهمها انك انت بقلها تور بتقلي امي اذا بصير محل السلطان ذات نفسه، السلطان ذات نفسه ما رح يشوفني. بتعرفي ليش؟ مو شايف غير شعلان. بس حلو هالفنطي اللي عمل له اياه، الله لا يرده. وخنان شلون عم تحكي هيك على ابوك؟ امي خلصنا بقى. لا تخافي يا صفية، لا تخافي شو انا معك. قولوا لي وقفوا شعلان، قولوا لي وقفوا محبتنا خلاص بعرفتنا شعلان ان شاء الله. صفية شو انا معك لا تخافي. ما هيتركونا انا بعرف ما هيتركونا. وين رايح تاركني لحالي؟ في ناس بيتك رجال لحالهم عم يسموا مثل عصافير يا صفية. ببوس ايدك يا شعلان، ببوس ايدك ان شاء الله ما تتركني لحالي. يا صفية رجالي عم يتذبحوا برا، بدهم حدا يقول كيف بدهم يتصرفوا. خلص لا تخافي لا تخافي انا معك عم بقول لك لا تخافي خلص. لك يا احمد بيك فهمهم طيب يخففوا الجنك شوي، يهدوا شوي العمى. لك بدنا نلاقي لها حله، بدنا نلاقي لها دوباره شغله، لعن نهد البلد عروس الخلق. هلا انا بعمل جهدي معهم، بس انت اهدى شوي. اذا بتضل هيك معصب ما رح تعرف تفكر وتصل لحله. لك شو بدنا نساوي؟ كيف بدك كان يهدى؟ كيف؟ احمد بيك هدول عم ينضربوا بالجنك جوات القلعه ابني. عم تفهمها؟ هي ابني ورجالي، وهدول انا مربيهم كل شبر بندر وعلى ايدي هدول. بدك يعني اسكت؟ اسكت وهن عم ينضربوا بالجنك؟ شوفوا عم يموتوا قدام عيني وانا ساكت. هاي بدك تحط حق يا مولانا، ولا تنسى انه اللي عمله شعلان اغا بعمره ما كان ولا صار بالشام. لك فهمنا والله فهمنا وسكتنا. بلعنا بصلي اللي انا قتلوه حتى. شو بدهم اكثر من هيك؟ بس يخففوا هالجنك بقى. ولك حرام الخلق اللي عم بتروح، حرام والله الخلق ما له دخل، ولك ما له دخل. ما المصيبه الاكبر انه هالخلق ما لهم دخل، عم بيموتوا بحرب. يمكن لا مو يمكن، اكيد ما بيعرفوا شو سببها. اسكتوا شوي. ابو نادر فوت، ابو النور فوت، ابو اسعد فوت. شرف ابو النور، شرف. كتر خيرك. ابو بركه. مين يا ابو دعاس؟ مين؟ ابو عيد. حاضر. لوين؟ قصدي على بيتكم. بس انا والسوف لجوا ولا على البيت كمان؟ لا انت لجوا. وهلا انتوا الكل الله يعطيكم العافيه يا شباب. هذا اللي طلع معك ابو دعاس؟ هدول لجوا وانا لبرا؟ اي نعم هذا اللي طلع معي. مو حرام هالشبوبيه تضل بلا شغل يا جماعه؟ والله هالشبوبيه خليها لحريمك في البيت، نحن ما لنا بحاجتها. له يا كلب الاغله، والله وصار لك لسان تلعلع في يمين وشمال يا جعاري. والله لا ربيك يا زرباوي يا كلب، شحطوني ايانا عن صرمايتي لهالكلب. يلا ما فشت عينك يا شباب تعالوا ربوني هالزرباوي الكلب. قلتوا له جعاريه يا شباب، قولوا الله. ايه شو الخبر؟ يا اغا زلمك هجموا على ابي وضربوه.
كذاب كذاب يا اغا، بحياتي ما شفته ولا بعرفه، لك منين لو انا تابني؟ لك قصدي ما بين. بعدين سالتك بالله يا اخا، مو حرام الايدين ضلوا بلا شغل. الله وكيلك بنتها 3-4 اكياس فرد نتعه وبيعرف. شو يا ابو دعاس؟ اذا بينتع كل هالنتع ليش ما دبرت له شغل؟ والله يا اغا الجمعه الماضيه شغلناه عنا وعمل لنا 1000 مشكله ومشكله. إيه لا، نحن جايين لهون لحتى نشتغل، يعني ما بدنا مشاكل. شو هيك؟ ابو دعاس دبره بمعرفتك. حاضر يا اغا. لك روح الله يزيدك من نعيمه وينولك مرادك يا فياض يا ابن الجور. انت بحضرة الاغا شبنا ولك على راسي عيون. لك خلصنا ابو دعاس، خلص اتركه. بس يا اغا انا ما بشتغل الا يكون ابي معي. تكرم عينك انت وياه، رح ندبره. شرف يلا تفضلوا على الشغل. يلا كتر خيرك يا اغا. كتر خيرك يا اغا، ولك روح الله يعزك. يلا روح. شو هاد لك خليل؟ صايرة بضاعتك مضروبة بنوبة. أنا منه اللي بإيدك ولا النسوان اللي برا؟ والله تنتين سوا، المعجونة والنصوان اللي برا. شو بنا؟ اطلع خد لك نظرة على البضاعة اللي بالحوش برا وصلي لي على النبي. يعني في شي ظريف هالمرة؟ معلوم. طيب في بيناتهم وحدة هيك خرج ناخذها هدية للجوربجي، حاكم حابب يفتح معه طريق أو طريقين. شو؟ الجوربجي اللي شو فاضي لهالشغلة؟ ما الأيام قايمة فوق راسه. بالله شو؟ ولك عمي هذا الجوربجي، يعني أنا وياك والشام كليتها بتعرف من هو الجوربجي. علي الطلاق إيش كان بتكون الزلزلة قايمة فوق راسه بدهم يضلوا السواري عنه على باله. امشي فرجينا البضاعة، إن شاء الله تكون أحسن من معجونتك. بس تحت امك لشوف كمان. شو هذا سيد خليل؟ بنات شايفهم بنات، الله يجعلهم بنات. بس شو بدنا نسوي فيهم خان الدكه هدول؟ لا تكون مفكر جايبهم يدوروا على الطاولات يشحدوا من الزباين ولخلهم. مثل ما بتعرف يا معلم الشغل دائر بهاليومين، والانجليز ما عم يخلوا باخر الا ما يفتشوها. ايه ياكلوا هوا الانجليز، هذا اللي ناقص بقى يتدخلوا بشغلنا. لعم على هالمسخره. انت شو اسمك عين ثاني؟ بسمة. بسمة؟ بلشنا بالكذب من اول يا خانم. الله لا يوفقك يا خي على هالبضاعة ولا يجبر بخاطرك تجاه كزمك. شو بدك؟ لك تعال قرب لا تخاف. تعال. مالي خايف. دخلك من شو بدي خاف؟ والله بضايع زمك يخزي العين. شو طلباتها؟ والله نسيتني. لك ايه اسمك؟ جاسم اغا العقيلي جوا. ايه بمعيتك بدك تفوت تضحك لنا اياها شوي. وعلى شو بدي ضحكوا؟ لا لك اسمك، هاي شغلتك. بعدين قلة مصاخر عم تصير بالشام. هاي صاحبك الجوربجي سمى حاله سلطان الشام. طيب شو رأيك جوزك لواحد حلوانجي؟ ايه يعني ايه جوزني لواحد حلوانجي؟ على قليل الحلوانجي بشبعني الحلو وبخلص من العيش الزقوم. لا ما بدي جوزك لواحد حلوانجي. شو رأيك جوزك لواحد يرلي؟ ايه يعني ايه يرلي؟ هدول اليرلية بيطلع لهم براني كتير. لا بلالك يا ما حبيته بنوب. طيب شو رأيك جوزك لابن آغا اليرلية بالميدان، فواز ابن موسى آغا؟ ايه
حبيبي ايه الله يخليك جوزني اياه، بهرب منه وبروح على القلعه مع ابن الجوربجي، وهيك بيطلع لي جوز رجال. يبعت لك حمى، يبعت لك حمى، يبعت لك حمى. وينك؟ أمور يا أخا. كرموه لزمك وعطوه فوق حقه، بيستاهل. على راسي يا أخا. كتر خيرك يا اغا والله يطول بعمرك. وينك زمك؟ امور يا اغا. شو بدي اقول لك؟ بدي اياك تروح تدور على كل قهاوي الشام وتفرجيهم هي الشفه اللي فرجيتني اياها. ولك مني يا زمك، عن كل قهوه بتقدم فيها هيك شقفه 5 قروش حلال زلال. فضلت علي الفضيحة والقتل، فضلت الفضيحة والقتل علي. يا الله يا الله. مو هيك الرجال بيدافعوا عن شرفهم، ولا بالدموع بيغسلوا فضيحتهم. كل هالقد شكلي بعرف بالنسبة لها، كل هالقد أنا بعرف. مساك شو قاعد عم بتساوي بالبيت مثل النسوان؟ قوم الحق ابوك وبقية الرجال، وما بترجع الا وراسها بايدك وراس هداك الكلب. ولك قوم. كرامة الله يا ابو، كرامة الله تتركيني بحالي، كرامة الله يا ابو. لك يا حيف، يا حيف على الرجال بس، ولك يا حيف. يا الله يا الله يا الله يا الله. لك شعلان افتح الباب، خلينا نحكي لك كلمتين. يلا يلي عندك قوله يا بي. اسكت ولك مشت. هذا الكلام ما عاد بدي اسمعه منك بلوب. لا انا ابوك ولا بعرفك، فهمت؟ بأمرك يا اغا. يلا شو قلت؟ بشو؟ ولك شو صار لي ساعة عم علق ولا؟ رجال بده بنته عرضه. شو قلت؟ بيقول له يشوف له منام غير المنام. وشو طلباته موسى اغا؟ انا ما بدي شيء، اعطينا البنت لحتى نربيها وانت اطلع من الشغله كلياتها. ولك افتح الباب بقى ولا؟ افتح انت وياه. يلا افتحوا الباب، سلطان الشام عم يامركم. افتحوا الباب. هدول رجالي يا اغا، انا مربيهم على ايدي. ولا نسيت؟ رجالك طيب يا شعلان، افتح الباب ابي، افتحوا. في كلمتين سر بيني وبينك بدي احكيهم. يلا لشوف. انت بتفوت لحالك. لحالي لحالي، امري لله. افتح الباب بقى لشوف. فوتوا جناب السلطان لحاله بس.
اخ يا جماعه، لقمه مغمسه بالدم. ايه والله يا ابو النور، قلتك هديت ما هديت. لك سيدي الله يهدي بالهم يخلونا نعرف نعيش بقى. امين امين يا رب العالمين. بس مو سهله ها العمى على هالشغله العمى. شو ها؟ قلتك قوة كبارية البلد ببعضهم. لك خرجون بيستاهلوا اكثر من هيك كمان. طول بالك بدنا نعيش بدنا. همة يا رجال، همة يا قبضايات، شهلنا ها. الناس ما عندها لقمة خبز جاعد. اوام عجلوا يلا. لك الله يسامحك يا ابو دعاس. غربل منيح غربل منيح. العذراء تحميك وتقويك. يلا توكل على الله صلاح يلا. شو هالبغل هاد؟ وأنا أنصح عظمتكم بالسماح لي بالاتصال مع المذكور لما له من حظوة عند الناس، وأنا واثق من أنه سيكون عونا كبيرا لنا في مستقبل الأيام. ما رأي حضرتكم؟ حضرتنا بتشوف أنه أحمد بيه ده راجل أهل الثقة، وحضرتنا بتشوف أننا نبعث له رسالة كتاب ونقول له يتصرف زي ما هو شايف. تمام باشا، الذي تقوله حضرتكم سيحصل، وأنا كمان من رأي حضرتكم نقول له أن يتصرف، بس بشرط لازم يكون واضح مع الدراني من الأول، وما فيش سلطان غير محمد علي باشا. فهمان؟ أكيد باشا، ما في كلام. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رفقا بالقوارير. أمي الله ينصرك، بدي منك تترك هالشغلة وتقيمها من راسك بنوب بنوب. ليش يا مو؟ يعني أنا إمتى يعني؟ لك يا أمي أخوك ومرته يصطفلوا منهم لحاله، لا تنحشر بيناتهم، أنت ما دخلك. قال يا داخل بين البصلة وقشرتها ما بينوبك إلا ريحتها. معك حق يا مو، بس أنا حبيت ذكرك إنه الشرع لك بيقول. ماني نسيانة، الله وكيلك ماني نسيانة. المهم أنت ما تنسى. قوم قوم يا موت، يسر على درسك، قوم. الله يهدي سرك إلهي. وانقتل حماد بن عبو. هلا شو بدي بهالعلاك؟ لسه بيقول لي انقتل فلان ومات علتان، قل لي شو اخذوا، شو سرقوا من الضيعه؟ بأمرك حشيش افندي بأمرك. بتحب احكي لك على الدجاج والديوك ولا على البهايم؟ هلا بدك تحاكيني على الدجاج؟ بدك ياني يروح لعند العقيلي اغا قال له سرقنا ديكين وجاجه؟ حقك على راسي، حقك على راسي حشيش افندي. راح لنا 5 بقرات، منهم 2 معشرين وعجلين و17 خروف و5 معزايات وكبشين فحلين. لعمة باينتون هالحراكية منيشين منيح هالمرة. الله يعين أهل الضيعة، حالتهم صارت بالويل. لك الله يتلطف في الآغا والله يتلطف فيي أنا. لعمة شلون بدي خبره هيك خبرية؟
يلا جدو تعوا كلوا لكم لقمة قبل ما تناموا. يلا جدو الكم من امبارح ما دقتوا الاكل. انت فضة يا بي كلي لك لقمة، اذا مو مشانك مشان هالصغار. ايش مين له نفسي اكل يا بي؟ مشان الله اتركني بحالي، مشان الله. يا بي الدموع ما بترجعه الله يرحمه. بعرف يا بي بعرف. لو كانت الدموع بترجعه كنت قضيت عمري كله قهر وبكي ونواع. لك مشان هالبنات. قربوا امي، يلا تقبروني، قربوا كلوا. ايه الله يرحمك يا حماد، رحت وتركت الشقة على مين بقى؟ الله يرحمك. يا بي شو بيقلنا من الرزق؟ يعني الغنم والبقر ربك كريم بنتي، بقيلنا وجهه الكريم. شو يعني؟ الحمشة ماتت؟ ولي على قلبي، لك منين بدنا ناكل؟ منين بدنا نعيش؟ يا حلامتي يا حلامتي يا حلامتي عليكي يا حمشة.